كنت هتلبس طوبه في وشك كنت صدمتني بقى، انا مستنيه اعرف هيقول ايه. هاتولي الخروف اللي هناك ده، وحدفته في طوبه في دماغه وادي نص الكوبايه المليان. احنا جينا لك في وقت غلط. لا 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 حاسس- لا انتوا كويسين. اهلا بيكم في برنامج هاي فايف، برنامج زيه زي اي برنامج عادي خالص. هبه، مبسوط قوي ان انت معانا. اهلا بيك يا خالد. والله كان نفسي اقابلك من زمان. شكرا جدا ليك. مين بقى من الناس اللي انت بتعملي فيديوهات على صوتهم بفيديوهاتهم انت طلعتي ترند؟ كل شخصيه انا عملت لها فيديو وطلع ترند. محدش نفسن عليكي قبل كده ان انت هو عمل الفيديو محدش شافه وانت عملتيه اتشاف وبقى ترند؟ هو لو في فيديو عنده ما اتشافش فانا لما اجي اعمله بيتشاف، مصلحه ليهم يعني. الفيديوهات بتتشاف بتتشاف اكتر. أيوة. انا عندي الفيديوهات بتتشاف اكتر. ما اعرفش بقى هما بقى ايه ظروفهم بقى. لو كنت بتتكلمي مع حد وعادلك جمله اكتر من مره وما سمعتهاش برضو، يا ما سمعتهاش يا عملتي مش سامعاها يا لا هقفش عليه، ما خلاص بقى، ما ردتش على اللي انت بتقوله ده، خلاص اسكندرانيه فعلا. خلاص بقى. انت كل شويه هتقعد تعيد وتزيد يعني. انت لقيتني ما ردتش على السؤال في الاول وبهرب منك في التاني، برضو انت بتكرر، برضو ما بتتعلمش. هيبقى خلقك ضيق هقول له شويه. كده. ضربتي حد في المدرسه وانت صغيره مثلا؟ مره واحده والله. كان في واد كده كان بيتنمر عليا كده ومضايقني، وانا اصلا من النوع الهادي جدا وخجول جدا ومش عنيفه خالص يعني. بس هو من كتر ما هو بيتنمر عليا فرحت بقى جايباه وحدفته في طوبه في دماغه، فراح للمدير. راح المدير بقى لي بقى تعالي لي بقى هنا، راح مطلعني بقى ايه وسط الاذاعه بقى المدرسيه، وهبه حمدي ضربت الواد ده ومش عارفه ايه ومحدش هيتعامل معاها تاني وشنيرني يعني. المدير قلق منها، قال لك انا لو عملت لها استدعاء ولي امر هتضربني بره. طب على ايه؟ حصل معاكي قبل كده اتخانقتي مع حد عشان انت عايزه تقعدي جنب الشباك؟ بتقفي عند الحاجات الصغيره؟ لا لا خالص يعني. انتوا عايزين تقعدوا فين؟ انتوا عايزين تقعدوا هنا؟ طب انا هقعد هنا يعني. ما اخشش في نقاش يعني مع حد يعني. هتصرف حتى لو بالنسبه لك ده يعني حته انت بتحبيها كده عادي تتنازلي عنها؟ احنا جينا في وقت اعملوا اللي غلط. انتوا عايزينه. وادي البرنامج بتاعك. حصلت معاكي وعيطتي وانت بتتفرجي على فيلم؟ لو موقف مؤثر يعني وانا اتأثرت بيه هعيط اكيد. انت بتعيطي عشان الموقف مؤثر في الفيلم ولا عشان ذكرى انت افتكرتيها؟ لا عشان موقف مؤثر في الفيلم. ما كانش فيه ذكرى؟ هي خلاص حرق. بص بتاع بطاقتها خلاص. ذكريات ولعت فيها كلها. ايه اخر فيلم عيطتي وانت بتتفرجي؟ كان فيلم تايتانيك، عشان كنت لسه عيله صغيره مش فاهمه. انا ما لقيتش الحته اللي قعدت فيها فما عيطتش. انت هتضحك عليا لو قلت لك اخر فيلم عيطت فيه كان ايه؟ ايه؟ فيلم نور عيني بتاع تامر حسني. كان هو ومنى شلبي، وكانت منى شلبي عاميه. اي حد نظره ضعيف انت تعاطف. بس ما كانش هو ده السبب والله. ايه هو سبب؟ مش هقوله. عشان الذكرى. مش هقول السبب. لا طبعا. كيف عملتي في الواد ايه؟ عشان المشهد كيف كان عملتي في الواد مؤثر. ايه؟ هي كانت عاميه فعلا. كانت عمية القلب. لا دي تروما دي. ايه اكتر لحظه او موقف حسيتي فيه ان حظك حلو؟ والله انا كان مره كنت في سوبر ماركت كده كبير عندنا في اسكندريه، وكانوا عاملين سحب على خروف. تمام. وانا قلت عادي، انا عمري ما كسبت في حياتي اي حاجه خالص يعني. كلموني ايوه مدام هبه، ايوه تمام حضرتك كسبتي خروف. فرحت بقى عشان نقي خروف بقى هناك في المزرعه وبتاع، فشفت خروف حلو كده قلت لهم هاتوا لي الخروف اللي هناك ده. دي اول واخر حاجه كسبتها. مين بقى اللي قال ان احنا لازم نخلف بعد ما نتجوز على طول؟ لا ده واحد متخلف يعني. اصلا انتوا اقعدوا تعرفوا على بعض. الخطوبه دي حاجه اصلا كله بيفيك، هو بيفيك وهي بتفيك، وعمرهم ما هيفهموا بعض غير لما يقعدوا في بيت واحد ويفهموا بعض بقى. كل واحد ساعتها يبان على حقيقته. فلما تحسوا ان انتوا مرتاحين مع بعض ساعتها حاسين ان انتوا قادرين تخلفوا، مش متفاهمين خلاص. لكن لا ده هيتغير بعد ما اجيب له العيال. تفتكري ناخد وقت قد ايه الناس لحد ما تخلف؟ يعني مش اقل من سنه ونص، مش هقول لك سنتين بقى. ليه اشمعنى سنتين؟ مالها كتير قوي. ما خلاص يعني سنتين هتقعد تفهم في بني ادم قدامك طول نهار خلقته في أنا خلقتك أشوف يعني. الراجل كتير يعني البرنس ده سنتين اللي يعني. ممكن يفهم ست في سنه ونص ده يبقى برنس، اقسم بالله. صعبه صح؟ صعبه مستحيله يعني. انا ابويا مات وما فهمش امي. الستات بتحب التفاصيل، فهو الراجل مش فاضي اصلا يقعد يفهم تفاصيلها. لكن هو لو
يعني يركز شويه هيفهم، بس هو لا، هو قدامه 50 حاجه عايز يركز فيهم، فهو بقى يعني هي بالنسبه له المواضيع بتاعتها تافهه، فهو الرجاله ما بتحبش تدخل يعني معلومات ملهاش لازمه. بس مش انتوا اللي صعبين. بص انا ولا مع الرجاله ولا مع الستات. بطريق. تخيلي نفسك جالك مكالمة تليفون من برنامج من سيربح المليون، الصديق ده اصلا انت بتكرهيه ومكلمك وقال لك هيبقى انا دلوقتي في سؤال المليون، السؤال بيقول كذا كذا كذا، انت عارفه الاجابه بس انت بتكرهي الشخص، تديله الاجابه ولا الاجابه وانصص معاه وانت بتكرهيه؟ ما خلاص بقى، مش هو عارفني مصلحه. بتسامحي بتنسي؟ بسامح بس مش بنسى، ما انساش. ايوه ماشي، كنت بس ممكن اسامح. ليه بقى؟ مستحيل ننسى، لو عدى سنين اسامحك واعدي لك ماشي، لكن انسى بس انساها مستحيل. ده البرج بتاعكم انتوا يعني؟ مش ده الطبيعي ولا ايه؟ لا بس انا بنسى يعني يا جماعه، مش ما انا ادام سامحت هنسى. لو في اذيه جامده لا طبعا ما انساش. تعملي ايه رايحه فرح حد دلق عليكي ميه غسيل، تصرفي ازاي؟ طبعا ههزقه. طب لو لقيتيها ست كبيره ونظرها ضعيف يعني برضه هعاتبها برضه، بس على قد المرحله اللي هي فيها. ممكن تشتري لها نضاره في وقت من الاوقات؟ لا خلاص بقى، انا لسه ماليش دعوه بيها بقى خلاص. انا لسه هروح اشتري نضارات. انت بترمي حاجه معينه صح؟ عنده مشاكل مع النظر. الشوفان يا جماعه نتبرع على الرقم اللي هيظهر تحت ده، بشوي محتاج نضاره ما عندوش عدسات، فارجوكم حولوا له فلوس، حاولوا تركبوا له عدسات. خلي بالك ما تعمليش كده جامد، مفيش حاجز. تخيلي نفسك بقى تقدري تعملي حاجه ضد القانون بس مش هتتعاقبي عليها، هتعملي ايه؟ ده سؤال لولبي ده. ايه؟ اكثر اشارات المرور. عشان جت في دماغي خيالات ايه؟ هكسر اشارات المرور. لا يعني انت بقول لك حاجه ضد القانون. هو مش ده ضد القانون. فاشل في مخالفه ب 100 جنيه. اشاره مرور ايه اللي عشان ما تصورش الرادار ما يصورني يا ستي. هديك انا 300 جنيه واعمل حاجه عدله.